بقاله سنين بيعمل سندوتش الشاورما بنفس الحجم بنفس الشكل. السعر بيختلف، بس لما كلت السندوتش من 8 سنين ورجعت كلته النهاردة تاني نفس الطعم. عمره ما فكر يعمل سلاسل محلات، وعمره ما فكر يوسع النطاق، وعمره ما فكر يزود من الحجم بتاع المحلات بتاعته، على قد ما هو بيركز في الجودة بتاعته. عنده أصناف كتير وكل حاجة عنده ليها طعم مختلف، والناس هناك شغالة بحب، بتعمل لك سندوتش طعمه حلو، جودة حلوة، خامة نظيفة. مفيش منافس في مصر يقدر ينافسه في الشاورما بالذات. مهما اتعملت محلات شاورما ومهما زادت حجم محلات الشاورما، مفيش حد يقدر ينافسه في سندوتش الشاورما. سندوتش شاورما ابو حيدر اللي ما كلش منه هو حرفيا ما كلش. الراجل ده ما بيهتمش يعمل اعلانات سوشيال ميديا ولا يعمل دعاية ولا الكلام ده، لانه هو مهتم بالزبون بتاعه اللي في مصر الجديدة فقط لا غير. الزبون اللي عارف يعني ايه طعم سندوتش ابو حيدر. وعنده بقى مانجا يا نهار ابيض، تحس ان هي في كل مرة بتشربها هي لسه مقطوفة ومعمولة ومحطوطة دلوقتي، وقطع فريش.